قال ايه الواحد ب50 جنيه وعايزين يجيبوه من بره، الواحد بس ب50 جنيه هيكفي ايه ولا ايه؟ يلا بينا هنشوف هنعمله ازاي. شجعونا كده باجمل لايك وكومنت حلو منكم، وتابعوا معانا الفيديو للاخر. يا بقى كده لازم تعمليها، والكفته في الميه يا ست البنات لازم تسلقيها. هتقولي في حياتنا ما دقنا اكله زي دي، بس حطي الكفته كده في الميه المغليه واسلق. وطبعا الاكله دي عايزه شويه هبر، ايوه هبر زي ما بقولك كده، بتجيبيهم من عند الجزار لو جزارك هيديكي شويه حلوين، وهقولك عليهم دلوقتي هي ايه الهبر دي. وتجيبيهم وتسلقيهم. نص كيلو من اللحمه هنضيف عليها معلقه من البابريكا، معلقه من الملح، بصلايه تكون مبشوره، وضيفي البهارات اللي هي بتاعه الكفته، ومعلقه من السماق، وضيفي بقى كمان كده بشره كده بقى من جوز الطيب، ملح وفلفل اسمر، وابداي ان انت تدعكيهم كويس جدا لغايه كده ما الانسجه تخش فيها وتعمل كده زي خيوط كده بالظبط. حابه ان انت تلفيها لفه في الكبه مفيش مانع، بس هي ما بتحتاجش لفه في الكبه ولا حاجه، ادعكيها كويس كده بايديكي وهتبقى تحفه جدا زي ما انتم ما شايفين كده بالظبط. بعد كده بقى هبدأ بقى ان انا اكورها بقى كده كور كده، يعني وسط، ولا صغيرة قوي ولا كبيرة قوي. هنكورها طبعا كلها، وكمان لازما بعد ما اكورها واخلصها كلها لازما ان انا بدخلها بقى في التلاجة عشان خاطر تتشمع معايا. ولازما الخطوة دي تعمليها فيها، لازما تتشمع معاكي كده وتسيبيها شوية في التلاجة. وبعد كده بتبدأي ان انت بتطلعيها وتكوني محضرة بقى ايه، حلة كده فيها مية مغلية، وتبدأي ان انت تسقطيها فيها. يعني الاكلة دي عايزة اقولك دي يعني صنعة، يعني اكلة الكفتة دي طبعا في ناس كتيرة قوي بتشوح الكفتة كده وتقول ان هي نشفت معاها، لا اعمليها بقى بالطريقة دي. الكفتة السمين لما بنيجي نجيبها بتبقى طرية كده بقى من جوه. ليه؟ عشان خاطر بيسلقوها كده بقى شوية في المية المغلية، يعني مش كتير قوي على النار، بتنزليها كده في قلب مية كده مغلية، وبعد كده بترفعيها على النار، ما بتاخدش ايه دقيقتين 3 كده، وبتبدأي ان انتي تطفي عليها النار وتنشريها كده من المية المغلية. ليه؟ عشان تطرى كده معاكي، ولما تعمليها في السمين تبقى طريه كده بقى من جوه، ما تبقاش كده تشوحيها مع الحلويات بتاعه السمين بتبقى ناشفه كده. لكن لما تسلقيها كده سلقتين 3 كده، يعني تقلب قلبتين 3، وبعد كده تروحي ايه طفي عليها على طول وتطلعيها وتنشليها بالشكل ده. تاكلي كده بقى الكفته تبقى زبده كده من جوه. حضري لي بقى كده صينيه وحطي فيها معلقه من الزبده وحطي شويه زيت كده حلوين. وبعد كده نبدا بقى ان احنا ننزل بقى هنا الحلويات العيد مع الكفته بقى، طبعا اللسان مع الفشه مع الكفته مع كام واحده كده من السجق. ضيفي بقى كمان زور، وضيفي بقى قطع الدهن اللي هي الحلويات، هي دي اللي بقول لكم عليها اللي بتتباع عند الجزار. حطي بقى الكبده اخر حاجه كده وشوحيها كده بقى في النص، بتبقى خطيره جدا. الكبده طبعا ما بتاخدش سوا كتير فبنحطها اخر حاجه. انزلي بقى بقرن فلفل كده حامي، معلقه من الهريسه، فص توم لو انت حابه، مش حابه التوم بلاش، بس بيدي نكهه كده حلوه. ضيفي بقى ايه ابشري لها بقى كده شويه من بلح جوز الطيب، يا خرابي بيخليها تحفه جدا. الطعم والريحه في حته تانية خالص، بجد بيخليها ريحتها وطعمها تحفه. جوز الطيب يا جماعه بيخلي الاكله جميله. حطي بقى ايه معلقه من الملح، وضيفي كمان فلفل اسمر اخر حاجه، وبس كده. كلي بقى يا ست البنات هتاكلي احلى اكله. يا خرابي على جمالها. هي دي بقى الاكله بتاعت الناس الاكيله، الاكله اللي بجد اللي ترم كده العظم، وكمان ترم قلبك كده بيه. بجد خطيره جدا. سندوتش بقى كده يا خرابي، اكلة سمين تحفه. اتمنى حبايب قلبي لو وصلتوا لغايه هنا وعجبكم الفكره شجعونا كده بقى باجمل لايك وكومنت حلو منكم واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل الاشعارات بتاعتنا الجديده، كل حاجه بننزلها توصل لكم على طول.